السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة على قناة الشيف حدو. اليوم إن شاء الله غندوزو معكم الكنافة بالجبن والمكسرات. على بركة الله غنبداو بالكنافة ديالنا، هي هذه اللي كتكون في المجمد. الا بغاتوها تجيكم سهلة في الخدمة ديالها حتى توجدوا العناصر ديالكم كاملين، غتجبدوها باش تجيكم سهلة ملي كتبداو تفكوا فيها على هاد الطريقة هذه. يعني خصها هي تحل، ما خصهاش تبقى بحال هكذا مجموعه، خاصها تحل حتى نديرو نوصلوا لهاد النتيجه هذه، يعني تكون بحال هكا معزوله الحبه على الحبه او الشعره على الشعره بحال هكذا. بالنسبه للجبن انا عندي هاد الجبن هذا، يمكن لكم ديروا اي جبن نتوما بغيتوه او موجود عندكم او متوفر عندكم. هنا عندي انا سلايس اللي غادي نخدم به، يمكن لكم ديروا اي جبن عندكم. جبن محكوك انا غير متوفر عندي هذا، درت هذا. لو كان عندي الجبن محكوك كنت غنديرو، ولا كان الجبن محكوك احسن. هنا عندي المكسرات، كانت عندي حتى هي في المجمد، كاين لكم ديروا اي مكسرات عندكم. لا كانت مخلطه كان احسن، مثلا فيها كاجو او بيستاج قرقاع لوز اللي كان متوفر عندكم، او عنصر من هاد العناصر كامل اللي قلت لكم، مثلا بيستاج بوحدو او لا لوز بوحدو او كاجو بوحدو او كاوكاو بوحدو، غير هو خاصو يكون محمر. تمشوا معايا دابا. كنخدم هذه سنحلها بحال هكذا بيديا. انا غنكمل الحله ونرجع معكم. تمشوا معايا، انا مبغاش تفوتكم هاد اللقطه هذه. الا شفتوا معايا كيف قلت لكم خاصها تكون غير جامده، غتجيكم ساهله في الحلان بحال هكا. شفتوا معايا غنتعملوا شفتوا، يعني الشعره على الشعره محلوله مزيان صافي. ملي غادا نحلوها بحال هكا غنديروا ليها السكر ثقيل او السكر كلاصي، واحد المعلقه كبيره، وغادي نديروا ليها شويه الزبده، نبسبسوها بالزبده والزيت. وانا معاكم دابا غنديروا شويه ديال قلت لكم ديال الزبده والزيت، واحد شويه باش نبسبسوا هذا، وشويه غندهنوا، غندير واحد شويه ندهن به المول اللي غندير فيه بحال هكذا. غندهنوا هو الاول هكذا، غنبسبسوها بحال هكذا. تنحاول تنحسوا بها تلبسات مزيان بديك الزبده والزيت. كيف قلت لكم ديروا السكر الثقيل واحد المعلقه كبيره. تقطعوها بحال هكذا ماشي مشكل، ها هي يعني في الاول حليناها كيف ما درتو ليها كتجي زوينه، غير هي خصها تكون كيف قلت لكم محلوله من الاول. في الاول كتحلوها. ناخذ نصف الكميه غنسرحها بحال هكذا، نسرحوها بحال هكا، والنصف الاخر غنخليه نديرو من الفوق من بعد ما نوجد الجبن ديالي ونرجع معكم. كما شفتوا النصف الاول انا درتو في القالب او في المول. ضروري تضغطوا عليها بهذه الطريقه هذه بحال هكذا مزيان. دابا غنشد هاد الجبن هذا غنديرو من الفوق من هاد الكنافه بحال هكا، غنستفو
باش غتجيني ساهله ملي غنبغي نيطالي هذاك الجبن ديالي من فوق الكنافه، غتجيني ساهله بحال هكا. هاك دابا غنخدم هذا بحال هكذا، نمسحو مزيان. بهذا الشكل هذا غنخدمو واحد شويه. على فكره هذا الجبن هذا غندير فيه واحد 2 معالق ديال المزهر، حنا كتعجبنا النسمه ديال المزهر، غندير واحد 2 معالق ديال المزهر من بعد ما نخدمو بهذا الفرشي بحال هكا حتى يتطلق، باش يجيني ساهل ملي نبغي نسرحو من فوق الجبن الاول بحال هكا. نشوف هو تطلق. مشوا معايا، انا درت فيه شويه ديال المزهر، نحركو مزيان باش تميلونجا ليا او يدخل هذاك المزهر في الجبن مزيان بحال هكذا. صافي غنسرحو بحال هكذا ونرجع معكم. مشوا معايا، انا درت الجبن، دابا غندير المكسرات بحال هكذا، غنسرحها مزيان. بحال هكا صافي. غنهز هذاك الكنافه اللي بقات عندي غنغطي بها. انا لاشو معايا كيف قلت لكم، انا هذه راه الكنافه درت كانت عندي غير باكيه وحده، كنت خديتها ب 15 درهم، درتها استعملتها شحال هذه في واحد المعسله اخرى، واللي بقى ليا انا كنستعملو، يعني فيها الخير والبركه. يعني علبه وحده ب 15 درهم، تقدروا ديروها على 2 مرات او 3 على حسب الاشخاص اللي عندكم. يعني كيف مشوا معايا راه تبارك الله فيها الخير. كيف مشوا معايا انا غندير هذا الكاس بحال هكذا باش ما نديرش يديا، باش ما تبقاش لصق ليا في يدي بزاف، باش كنضغط هكذا على هذه الطريقه هذه بشويه بشويه راه خدامه يعني الكاس خدام لينا بحال هكا. على فكره هذه راه كنافه على هذه الطريقه هذه راه كتجي زوينه بزاف. قد ما ضغطتوا عليها قد ما مزيان. انا غنطيبها في الفران نمشعو الفوق لتحت على عافيه متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف. دابا غندهنها بهذا الخليط ديال الزيت والزبده بحال هكذا. صافي غندخلوها للفران ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. مشوا معايا ديال الكنافه طابت، خرجتها من الفران. دابا غندهنوها بالعسل. انا ما بغاش نقوي فيها العسل بزاف، كل واحد يدير قياس ديال العسل اللي بغا. هي كتكون سخونه كنديروا فيها العسل بارد باش تشرب. هذا العسل كامل غتشربوا. واللي مبغاش يدير العسل يمكن له يدير شنو تيقولوا القطر السيرو او السيرو. انا تنفضل العسل، كيكون بنين وتيكون زوين، حتى كان نوعيه جيده كيجي المذاق احسن. غنخليوها حتى تشرب داك العسل مزيان وغادي نقطعوها. انا غير بغيت نقطعها معكم باش نقدر نشوف. عرفتي راه باقا سخونه
نقطع لكم غير طرف. نجي هنا. هي في الصراحه اللي بغى ياكلها خصو ياكلها هكذاك سخونه. حيت فيها الفرماج. ديال الفرماج كتكون سخونه كتكون لذيذه. دير سباشول. ماشي مشكله باش ما نطولوش معكم الفيديو. مشوا معايا مزيانه. تبارك الله الشكل ديالها كي جات. الله يعطيك الصحه وبالصحه والراحه.